زي ما وعدناكم ان احنا نكمل على المجال الاكاديمي، واتكلمنا عن المجال الصناعي. نتكلم عن المجال الاكاديمي وايه اللي احنا كقناه هنقدمه الفتره الجايه او كمبادره. الفتره الجايه احنا في المجال الاكاديمي هنتكلم يعني ايه هي اصلا المجال الاكاديمي. خلينا اكلمكم باختصار بقى المجال الاكاديمي. انت تكمل زي ما قلنا ان احنا نتكلم في منح، وتكمل بره مصر مثلا ماجستير او دكتوراه مثلا. فانا مثلا خلينا اتكلم عن المنح او شروط التقديم في المنح، او انا طالب في سنه اولى كليه او في تانية او تالتة او رابعه او خريج، اعمل ايه عشان اقدر اخد منحه او اجهز نفسي ازاي. خصوصا كل ما انت بتجهز نفسك وانت في سن صغير، كل ما انت يكون عندك فرصه اقوى وسي في كبير يقدر يفيدك اصلا في البدايه. انت اصلا اي منحه، الجي بي اي مش عامل اساسي. مش هقول لك ان الجي بي اي هو الاساس ولا هو الحاجه الغلط، لا، الجي بي اي كويس جدا انك تكون معاك جي بي اي 3.9، 3.9 من 4، 3.7. طول ما انت معاك جي بي اي عالي دي فرصه كويسه جدا 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 كمان يعني. تمام، بس مش برضو الفيصل النهائي او الحد مثلا جايب جي بي اي 4 من 4 مثلا تيجي تقول لي انا هاخد منحه من غير ما انت يكون عندك اي مقومات تانية. تمام، ممكن تاخد ايلتس وجي بي اي، تمام، ده كده كويس جدا كمان يعني. بس في دايما متطلبات تانية زي الخبره البحثيه تبعك، الشغف تبعك، الفولنتيرنج تبعك. بيهتموا جدا 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 في المنح انت عندك فولنتيرنج سكيلز ولا لا، عندك خبره في الفولنتيرنج ولا لا. يعني مثلا المانيا دايما شرط جدا انك يكون عندك اصلا خبره تطوعيه في جمعيه تطوعيه مثلا. في جمعيات تطوعيه كتير جدا عن المانيا في مصر. فدايما المنح تبقى طالبه حاجات تطوعيه، حاجات سكيلز. خلينا ناخد الموضوع باختصار شويه. يعني انا مثلا في سنه اولى كليه اشتغل عليه نفسي بعيد عن التقدير او ان انا اهتم بالتقدير وكده، ده حاجه اساسيه. خلينا متفقين ان التقدير حاجه مهمه جدا 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 لكن مش هو الاساس. تمام. ابدا اتكلم انا مثلا دلوقتي هشتغل على نفسي ايه في ايه عشان اخد منحه مثلا. هتكلم مثلا عن المشاريع البحثيه مثلا. يعني انا عندي مثلا في جهات كتيره جدا زي جهات اكاديميه البحث العلمي، زي تحيا مصر. في جهات زي الاي اس اف بيبدا ينزل دعم لمشاريع بحثيه. باختصار انت بتبدا تشوف فكره بحثيه في مجالك. يعني انت مثلا مجالك مرتبط بالميكروبيولوجي او الفيكولوجي، علم الطحالب مثلا، علم الفطريات. تبدا تختار نقطه بحثيه فيه مثلا. يعني انا مثلا عايز اشتغل مشروع بحثي او اعمل حاجه بحثيه جديده في البيجمنت، ان انا اعمل صبغات جديده من الالجي مثلا. فابدا اشوف نوع معين زي الفايكوبيل بروتين مثلا هستخدم من النوع معين، اعمل له اكستراكشن من نوع مثلا زي السرجاسم مثلا من الطحالب مثلا. فانا ابدا اعمل بروبوزال، خطه بحثيه للجهه اللي انا اقدم عليها. الخطه البحثيه او البروبوزال ده باختصار انا بقول للجهه دي انا اخترت النقطه دي بسبب النقطه دي، في مشكله عندنا فيها كذا كذا، الهدف من الحل بتاعي كذا، انا هعمل كذا. باختصار يعني الاكستراكشن نفسه هقلل من السعر، هجيب منتج عالي، اليلد بتاعي يكون كفاءه عاليه، الافشنسي نفسها. فانا ببدا اختار ايه باختصار هي ايه اصلا المشروع تبعي ازاي. دي عوامل اختيار المشروع. في حاجات كتيره جدا بتساعدك بقى في الموضوع ده. شات جي بي تي ساعات بيساعدك برضو. عندك الريسيرش سكولر نفسه ده، يعني المرجع الاساسي لنا الابحاث نفسها. ده باختصار عشان اجيب فكره لمشروع بحثي، او ان انا اجيب مشروع بحثي ازاي. انا هعمل فيديوهات الفتره الجايه عن ازاي اجيب فكره لمشروع بحثي، فخلينا نتكلم عنها بعدين يعني. فالمشاريع البحثيه بتفرق معاك جدا، بتفرق معاك جدا ان يكون عندك متعلم الكتابه، القراءه البحثيه، ازاي تنزل اصلا البيبر نفسها. انت بتقرا البيبر ازاي اصلا، عندك خبره في القراءه، قرات كتير قبل كده ابحاث، عرفت تكتب ابحاث، ازاي تستخدم الكتابه البحثيه نفسها. انك توجد فكره بحثيه، ازاي تجيب النقطه البحثيه ومعاك بحث مثلا معين عايز تاخد الجمله دي عجبتك عايز تحطها في البحث عندك، ازاي تعملها ريفرنس، تعملها بارافرايز. كل الكلام ده ده حاجات مهمه جدا من التكنيكال سكيلز او الحاجات المهمه انك يكون عندك اصلا عشان تقدم على منحه. بتفرق معاك جدا 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 وانت بتكمل اصلا في المجال نفسه يعني. في برضو الاعمال التطوعيه زي ما قلت، في مؤسسات تطوعيه كتيره جدا برضو، بس في الفتره الاخيره في اعمال تطوعيه كتيره جدا لكن بتضيع الوقت. انا عايز اقول لك ان العمل التطوعي اللي ما يكسبكش في الزمن ده ما تعملوش. يعني تمام، تطوعي وحاجه لله وكل حاجه، بس ما تدخلش في حاجه تطوعيه مش هتفيدك. خليك واقعيا، يعني انت داخل عمل تطوعي تفيد وتستفاد. في مؤسسات دوليه كتيره جدا، في حاجات كبيره جدا بتبقى فيها بتدي فرص للشباب، بتساعدهم بفلوس، بتساعدهم بمؤتمرات، تساعدهم بخبره، تساعدهم بعلاقات. الحاجات دي كلها بتفرق معاك جدا في السي في. فده باختصار ايه التقديم على المنح. برضو بيبقى فيه الريكومنديشن ليتر وفي الموتيفيشن ليتر. الموتيفيشن ليتر ده خطاب الحافز. انت بتكتب مثلا لو انا اقدم على المنحه التركيه مثلا، فانا عشان اروح المنحه التركيه ببدا اتكلم في الاول في خطاب المنح. انا عايز اروح تركيا لسبب كذا كذا كذا، تركيا بلد كذا، انا بحب بلد تركيا، في اماكن في تركيا معينه. هبدا اتكلم ان انا عايز اروح جامعه اسطنبول مثلا ادرس البايو تكنولوجي في جامعه اسطنبول. طب انا هتكلم انا عايز ادرس البايو تكنولوجي في جامعه اسطنبول بسبب الابحاث اللي موجوده في جامعه اسطنبول او كذا وكذا وكذا، والبيئه اللي هتناسبني ان انا اشتغل على نقطه بحثيه معينه او اكمل في مجال البايو تكنولوجي مثلا. فده باختصار الخطاب
الحافز وهنتكلم عنه برضو باستفاضه يعني. والريكومنديشن ليتر ده بيبقى المشرف تبعك بيعمل لك خطاب توصيه، بيكتب توصيه معرفته بيك وازاي قابلك وازاي عرفك وانت شخص مميز، وبيوصي عليك وبيحط الايميل تبعه، بيبدا الجهه تتواصل معاه. فده باختصار التقديم على المنح. طب ايه هي مميزات المنح بقى؟ المميزات تبعنا ان انت بتبدا تاخد اقامه، تبدا تاخد سفر، تبدا تاخد مرتب شهري، كل ده مجاني. انت مقابل سنتين او 3 سنين بره، بيفتح معاك علاقه بقى انك تقدر تسافر بره مصر. خلينا واقعيين ان كل الشباب دلوقتي عايز تسافر بره مصر، بس اسهل فرصه انك تسافر منها بره مصر هي المجال الاكاديمي، انك تشتغل على نفسك فيه. قدرت تسافر بره مثلا، خدت منحه ماستر مثلا وليكن في المانيا، منحه ماستر في امريكا، منحه ماستر في تركيا مثلا، قدرت تسافر بره مصر وبدات تدرس الماجستير في نفس الوقت تقدر تشتغل في شغلانه تانية معينه او حاجه تانية معينه، قدرت تعمل لنفسك علاقات بره تبدا تستخدمها انك تشتغل بره اكتر يعني. فده باختصار المجال الاكاديمي. هبدا اتكلم معاكم عن المنح دي بالتفصيل وكل الورق بالتفصيل، وهتكلم عن منحه الفتره الجايه. برضو مستني ارائكم والتعليقات تبعكم، محتاجين ايه بالظبط وعشان نجهزوا الفتره الجايه. وشكرا.